هيرونيفر. حرف النهارده هو المجموعة الصوتية اللي أنا بسميها فيها زنة، اللي هو الزال أو الذال والزين والظه. والحروف دي بنمثلها أو الترانسليتريشن بتاعها بيبقى حرف الزد، واحيانا بيكون الترانسليتريشن بتاعها حرف الاس، بس ده مش هناخده النهارده عشان ده هيبقى متعلق اكتر بالنطق الصوتي بتاع السين والصاد. فالرمز الهولوغريفي او الرمز بتاع لغه الميدونيتر اللي هنخصصه يعبر عن المجموعه الصوتيه دي هو الرمز ده، واللي هو بيعبر عن الترباس اللي في البوابات القديمه كان بيبقى بنفس الشكل ده. في علماء الصوتيات او علماء الايجيبتولوجي بيقولوا ان الرمز ده كان برضو بيتنطق اس، يعني كان بيتنطق بشكل السين او الصاد في اللغه المصريه القديمه، ولكن احنا هنا هنخصصه للفئه الصوتيه دي اللي انا بسميها الفئه الصوتيه اللي فيها الزنه، ذال او الزال والزين والظه او الظه، وهيكون ترانسليتريشن بتاعهم الزد. طيب لو احنا عايزين نرسمه عادي جدا بسهوله جدا، مجرد يا اما هنعمل حاجه من الاثنين، يعني هنرسم شرطه فيها هنا دايره بعد كده دايره تاني بعد كده شرطه، او هنعمل شرطه ونعمل فيها خطين كده. طب لو عايزين خط ارفع اهو، ادي شرطه وادي دايره وادي دايره كمان وادي شرطه، او هنعمل شرطه وفيها خطين. طب لو عايزين خط ارفع ادي القلم اللي احنا بنستخدمه كل يوم، ادي شرطه وادي دايره وادي دايره كمان، دايره بتبقى مش يعني مش دايره مفتوحه كده، لا دايره مظلله، وادي شرطه، او هنعمل خط كده ونعمل فيه الاتنين دول كده. انت في الكتابه بتاعتك هترسم صوت الظا او الزين او الظا. فانت لو مثلا احنا خدنا في الحلقه اللي فاتت كلمه ضابط بالضا، لو احنا عايزين ناخدها بالظا ضابط هتعمل كده اهو، وبعد كده هتعمل صوت الآ، بعد كده هتعمل صوت البي، وبعد كده هتعمل صوت التي، بقى كده عندك كلمة ضابط. بس ودي كانت حلقة النهاردة. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير عشان ده فعلا بيساعد، وتكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات. إياو معاكي إمحوتك.